يعني خلينا بقى ايه، بلاش نتجادل فيها. اصل انا اتخرجت اشتغلت في الاقسام صعيد. مظبوط، بس ده الحربيه بس. لا انا في سنه هاي قناه السويس. اوكي. وبدرس هنا من يوم ما جيت. احمد محمود. محمود. ايوه تعالى محمود. كده لازم تبقى فاهم ان بدونكم المهندس مش هينجح، وبالتالي احنا مش هننجح. انا قصدت مخصوص انك تحضر الندوه دي عشان يبقى كله عارف ان احنا كلنا مترابطين مع بعض. هي مش فكره راس مال او مهندس بيرسم او اختراع بيكلم بدون الناس بتوعنا اللي هم اساس الحكايه. ولازم نعدل الهرم كمان. يعني احنا الهدف بتاعنا ان احنا نعدل الهرم المقلوب. الكلام ده كلام في الصميم بصراحه، يعني في الجول ان شاء الله. لا احنا مش هو سياده اللواء امبارح قال لك هو ماله من الصناعه والتجاره؟ سيب سياده اللواء. لا انا هكلمه. لا لازم يجي. لسه احنا معدى الساعه 2 ف ده لازم يجي. ده هو يتصل حوالي وطمن زمايلك وطمن كل الطلاب. ما ينفعش تبقى البنات بتقوم وانتوا مش بتقوموها، وما ينفعش تبقى الهرم بيتصلح في حتت وما بيصلحش في حتت. ودخولي تحديدا مجال الصناعه هو جاي عشان كده، فما تقلقش عشان تعليقك وجعني. هنلاقي نخش 12 ديسمبر كويس. رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات كويس. الراجل ده كان باعت لي فيديو سكن الولاد بتوعنا اللي اتعينوا عندي كويس. وهنا بيقول ده شغل بتاع الولاد الشباب، انتاج الشباب. كان عندنا هنا كويس من شهر، وقال انا عايز الخريج بتاعك ده، عايز نوعيه دايما الخريجين كويس. وجي عمل انترفيو ووقع العقود هنا في القاعه اللي احنا فيها دي بعد ما عمل انترفيوز مع الشباب، وخدهم لان مصر البيزنس بتاع المصاعد ل 25 سنه قدام احنا محتاجينه. احنا محتاجين مظبوط. الكونستراكشن وحاجه عارف بقى، وعندنا بقى ولازم يبقى كانك بتبني سفينه. فالراجل ده عبقري بيزنس، جه عمل لنا برضه الندوه زي بتاعتك كده، وقال انا النهارده هدخلك مش شغال عندي، انت شريك معايا. ايوه، مع الهرم المعدول. الهرم المعدول اللي انت بتقول عليه كده، انت شريك معايا. بمعنى ايه؟ انا هامن عليك في اكسب، وهديك مرتب كويس جدا، وهعمل لك تامينات وضمانات، وفي اخر السنه نسبه من الارباح بونص. لا بالانتاج بقى. بالانتاج. انتاج ركبت مصعد 2 3 فممكن مرتبه 30000 بعد شهر بعت لي شغل الاولاد، يعني شهر. وده اللي احنا حضرتك عارفها. بس احنا هناخد محتاجين تكنيشن. 1000 مهندسين ما يعملوش الشغل ده. المهندس من غير التكنيشن ما يبقاش مهندس. والاختراعات بدون ما المهندس ينزل مع التكنيشن مش هيعرف يخترع. لان شئنا ما بين احنا التكنيشنز بيعملوا حاجات تفوق الفكر الهندسي. ده انفو. بص محمد بقى لقط على طول كده. انا جاي اسف لمقاطعة معاليك. نطلب ايه طبعا؟ ناخد حاجه. لا الاسكافيه. نسكافيه. طيب طب خليجي عشان ياخد السوق. لا كان تعليم فني. احنا دورنا نطلع للصناعه الفنيين اللي هم كواليفايد. مظبوط. اللي الصناعه محتاجاهم، اللي فاهمين الاندستري فود ده الدنيا ماشيه ازاي. هم اساس ده بقى العقده بتاعت المجتمع بتاعنا. المهندس ده بيطارد حلم الايه؟ فمحبط ودخل مش عارف ايه المهندس من غيرك مهما كان شاطر مش هيعرف ينفذ. هتلاقي فيكوا اخوات من بعض. هم توأم. هتلاقي احنا قلنا كده داخلين في كل الصناعات وكل القطاعات والسيكتورز. ولو انت متابع عندي، احنا امبارح كنا نازلين رعاة بلاتين مؤتمر التعليم الفني. مؤتمر التعليم الفني برضه. واهتمينا بده لغايه ما هنبتدي نحط استراتيجيز. هنطلع بعد كده النهارده عندنا مركز المحاكاه عشان هنيجي مره ثانيه هندي بروتوكولات معاكم كلنا. وهنخش في الصناعه البحريه، صناعه الضخمه. يعني كل هدفنا انتم مش تبقوا عارفين، كل هدفنا الحقيقي هو انتم.
سواء الفنيين سواء المهندسين سواء الشباب، بس تفهموا ان اللي جاي احسن. لان مش هينفع تبقى الجمهوريه الجديده اللي هتبقى في العاصمه شغاله وفي حاجات ما بتقومش. ان انتوا لازم تبقوا فاهمينه ان اللي بيحصل في البلد ده 10% من اللي جاي. انت كل اللي انت شايفه ده، مش بقول لك كده بالبلدي، اهم من الشغل تظبيط الشغل. انت كل اللي انت شايفه ده هم بيظبطوا عشان اللي داخلين عليه. ما اقدرش النهارده اخش ابني، ما اقدرش اخش يبقى عندنا مصانع، يبقى عندنا عمال واحنا ما عندناش قاعده بيانات قويه مظبوطه ما فيهاش تلاعب. النهارده انا عارف مين حضرتك اوتوماتيك الكتروني. فهي كل حاجه ليها خطوات، اي حاجه في الدنيا ليها ستابس. اوعى تفتكروا كمان انه اللي بيحصل دلوقتي ده هو نهايه الحكايه. تفهمين غلط، دي بدايه الانطلاقه في الصناعه وفي التجاره. ولو انت متابع شويه هتعرف كويس قوي مصر الخمس سنين اللي جايين دول موقعها بالنسبه للعالم سواء اقتصاديا او تجاريا او صناعيا هتبقى عامله ازاي. فيعني تفائلوا. انا زيكم، يعني انا قعدت سنتين ومريت بتجربه كده مرحله من حياتي وبرضه احبطت فيها قوي، بس كان عندي حلم دايما قدامي ان انا عايز اولا انجح كرجل اعمال، لان حاسس ان انا اللي قدمته كفنان ما فيش عارف اقدم تاني غير لما يبقى حاجات كويسه ويبقى في مجال برضه كويس. فربنا قدرني من 20 سنه، ده انا بتاع مش عايز احرقه، بس في الاخر لما لقيت ان انا طب هعمل ايه بعد الممر؟ لا انا هتحول. رحت اشتغلت موظف ب 5000 جنيه. قعدت والراجل كان صديقي ومستكبر جدا القصه دي لغايه ما وصلت بقيت نائب رئيس مجلس الاداره. فمش متعبطوش. والندوه النهارده دي ما فيهاش احنا مش بتوع دماغ، انا ما بعرفش يعني حتى تتفاجئوا محمد هيقول كلام بالعربي كده هقول للناس انت ايه اللي بتقول ده؟ انا يعني انا راجل يعني انا ابويا من المنيا فما بنعرفش نطلع مع اني بمثل كويس بس ما بعرفش اطلع بالكلام مش من بس كويس جدا عشان بس ببقى حاسس. احنا واخدين لك كام شوط كده على فكره حتى العراف كنت بعمله واحنا الدنيا خربانه ده قوي مساله وقت. حافظوا بقى مكانكم في القاعه بقى كده عشان خاطر ايه طلعت ده عايزك تجهز كلمتك. تمام. عايزك تجهز كلمتك. شكرا. بس كده احنا حلوه قوي.